عيد الميلاد. صحيح، هو المسيح عليه السلام من أنبياء الله، كرمه القرآن أيضا حط لنا منهج: بسم الله الرحمن الرحيم لا نفرق بين أحد من رسله. نعم، ورسل الله تبارك وتعالى كلهم موضع تقديرنا واعتزازنا. لكن هل هو عيد هذا؟ احنا يعني عيد الميلاد عندما احنا نشترك بعيد الميلاد تشوف تلقى المسلمين يشربون خمر أكثر من المسيحيين. نبه لي شوي. يقول لك أنا حضرت عيد الميلاد. أدري يعني أنت رايح بعيد الميلاد شنو؟ يعني جاي تستجلي سيرة المسيح عليه السلام. المسيح كان إلى سيرة. أنت لما جاي تعيد عيد ميلاد المسيح راح تستعيد سيرته، تستعيد أخلاقه. أنا جاي أحتفل بعيسى عليه السلام مثلا، أقرأ لي قضية من هالأخلاقية من هالنوع، أستجلي سيرة، أتعلم من عنده، أتعلم من أخلاقه. ومرة لا، ولا جاي أحتفل بالأعياد، والاحتفال بالأعياد من هذا النمط اللي تشوفه يعني. ويا ريت الأمر يقتصر على الرجال دون النساء. لا، الآن عندنا تقاليد أن هذا لما يطلع يكون عائلته يأخذها وياه. لا، والغريب شوف الرقاعة يريد يربط لي أن الإنسان ما يمكن أن يكون متقدم أو ما يمكن أن يكون كائن حضاري إلا يمارس هالأعمال. يقول له شنو علاقة الحضارة بهاي؟ ما في علاقة الحضارة، أرجوك. هاي مسألة ترتبط بقيم، القيم اللي احنا نعيش بيها. المفروض احنا مسلمين عندنا قيمة اسمها قيمة العرض، الكرامة. أرجوك أنا لما أطلع لي زوجة شابة وأزجها بها الأجواء الملوثة في مخاصرة الرجال أو في التسيب أو شنو علاقتها هاي أرجوك بالحضارة؟ وين احنا؟ إيش عندنا الآن؟ الحضارة المحافظة على الذوق، الحضارة رعاية الآخرين، الحضارة المواطنة الصالحة، الحضارة السلوك المهذب. ما له علاقة الحضارة بالتشيب بالتخلع. أرجوك ايش عندنا من قسم الحضارة؟ لا القسم المادي ولا القسم المعنوي. لا عندنا من الحضارة القسم المادي اللي الآن احنا مضطرين بأن نستورد أقل شيء من الخارج. خلينا ننمي أنفسنا، ننمي ما عندنا حتى نعتبر أنفسنا كائن حضاري. فالبعض يقول أن الزور هو هذا، الذين لا يشهدون الزور، يعني هالأعياد، هالمناسبات. أكو مناسبات ما إلها علاقة أفرض بعيد، مناسبات قومية مثلا، لكنها يكثر بها الاختلاط ويكثر بها نمط من أنماط الانحلال. يعني حتى خلي عنك، حتى لو نعطيها أحيانا نلبسها ثوب ديني بعض مرات، لبسها ثوب ديني، مركز من مراكز الاختلاط نعطيه غطاء ديني. لا، يعني المفروض المرأة إلها كرامتها، إلها مكانها، الرجل إلى كرامته. أكو حدود أدبية رسمها الشارع عنا. لما نجتمع في مؤسسات من هالنوع ينبغي أن تكون حدود التربية محفوظة كما رسمها الله.